الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم سبب سعادتي، ومش هسيبها ابدا باذن الله، مش هسيب سبحتي الافضال دي كلها تتجمع في يوم زي ده. تفتكروا ايه ممكن الخير اللي ينزل علينا؟ الله الذي لا اله غيره، الذي رفع السماء بلا عمد. انا كنت بطلب من ربنا فرحه اسجد له باكيه من فرطها، اكثر من الحمد فيها. الله الذي لا اله غيره. قلت له صلوا على النبي، صلوا على النبي كنز، وفيها قضاء دين وراحه نفسيه ورزق وي وي وي. وبالفعل السلام عليكم. احمدك ربي حمد العبوديه الصدق والربوبيه الحق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا محمد أذن الخير التي استقبلت آخر رسائل السماء لهداية الأرض، الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق، فكان بحق مسك الختام للأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا صباح السعادة، فيديو جديد عن جمال ومعجزات وكرامات وبركة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أحب أرحب بكل الناس الجديدة اللي دخلت عندي في القناة. شرفتوني ونورتوني وأنستوني وفرحتوني. كومنتاتكم الجميلة فرحتني جدا جدا، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يدخل السرور على قلوبكم مثل ما أدخلتموه على قلبي. اللي ما شافش فيديو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الفيديو اللي فات كنت بتكلم فيه عن قصصي مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكم الخير والبركة والسعادة والرزق وكل حاجة جميلة شفتها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طلبت من ربنا سبحانه وتعالى يبعت لي بشرى. شايفه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عملت ايه، وانا عايزها دلوقتي، حسيت اني عايزه اعيط. واياكوا ثم اياكوا تفوتوها او تضيعوها. عارفين انتوا السعاده الجنه نقدر نحققها يا اسماء؟ ايوه، بس هتلاقوا نفسكم في مكان تاني. امنياتكم باذن الله وتحقيق كل اللي انتوا بتتمنوه مهما كان مستحيل. هو ده الفيديو اللي انا كنت بتكلم فيه عن الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. لكل واحد مشتاق للفرج لازم يروح يتفرج على الفيديو ده، لان هيشوف فيه ما يسلك صدره، يفرح قلبه، ويديله التفاؤل والامل باذن الله في ان اللي جاي حلو. هتلاقوه في علامه الاي فوق، هتلاقوه في صندوق الوصف، في شاشه النهايه اخر الفيديو. انا النهارده طالعه اتكلم معاكم عن قصص ومواقف جميله وبركه حصلت لي اكتر وحصلت لغيري من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما وعدتكم في الفيديو اللي فات ان انا كل ما يحصل لي خير بفضل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم هاجي واحكي لكم عنه واقول لكم عليه، من باب ادخال السرور على قلوبكم، من باب ان انا ابشركم، من اني اديكم الامل. ده وعدي ليكم ووعد الحر دين عليه. اقول لكم نقطه بسيطه جدا جدا، انا انسانه عاديه زيكم، يعني بجتهد في عبادتي مع ربنا، بجتهد في حياتي. عارفين انتوا الحياه والسعي والمعيشة، فأنا إنسانة عادية جدا جدا زي أي حد. عندي آمال وطموحات في الدنيا وفي الآخرة. أنا لا داعية ولا شيخة ولا ولية ولا أي حاجة. أنا إنسانة بسيطة بجتهد في عبادة الرب العالمين ومقصرة، ومهما حاولت فأنا مقصرة. يعني القصص اللي أنا بحكيها إن أنا زي إنسانة زيكم، اتبعت كذا وعملت كذا وشفت الخير كذا. أنا طلعت وحكيت لكم على اللي حصل معايا. قناتي قناة عادية جدا، أنا بحب تنظيم وترتيب المطبخ، وبحب تنظيم مشتريات السوق، بحب التنظيف، وده كان منهج قناتي ان انا يعني ربنا يجعلني سبب في اني يعني حد يتعلم مني اي حاجه في وصفه في اكله. هو ده محتوى قناتي، وانتوا حابين انتوا تكملوا معايا في القناه طبعا على عيني وعلى راسي، وشجعوني وكونوا داعم ليا، لان دايما الناس الصادقه اللي بتحب من ورا الشاشات دي بتبقى اصدق كتير من الناس اللي بتبقى موجوده في حياتنا على ارض الواقع، اللي وقت الشده لما بنحتاجهم ما بنلاقيهمش. الناس الجميله زيكم هم دول اللي احنا بنلاقيهم وقت ما بنحتاجهم. النهارده باذن الله الفيديو هيقسم لقسمين. القسم الاول اكلمكم عن فرجين أو معجزتين أو قصتين أو سعادتين حصلوا تاني بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والقسم التاني هدي فيه إجابة للكومنتات اللي جات لي على الفيديو اللي فات. هوضح حاجات أنا قلتها تقريبا ما كانتش واضحة لحد، فأنا هتكلم فيها بإذن الله وهوضحها علشان الاستفادة. القصة الأولى معايا لسه حاصلة يا دوب طازة من يومين، وهي عبارة عن إيه؟ كان في شخص عزيز على قلبي، والشخص ده بيشمل الذكر أو أنثى. الشخص ده كان عنده تارجت معين في شغله، هيفرق معاه جدا جدا في رزق مادي هيجي. من كتر ما انا بعز الشخص ده انا نصحته نصيحه وقلت له صلوا على النبي. صلوا على النبي كنز، وفيها قضاء دين وراحه نفسيه ورزق وي وي وي. وبالفعل التارجت حقق نجاح عالي جدا 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 ما شاء الله اللهم بارك. الشخص ده جه يقول لي اللهم بارك انا التارجت ده اتحقق معايا، بالاضافه الى انه
الشخص ده نصح ناس كتير من حواليه ان هم يصلوا على النبي، وبالفعل ربنا رزقهم رزق واسع واسع واسع، ولسه حاصله طازه دي ببركه النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف التاني ده بقى حصل معايا انا شخصيا، والله الذي لا اله غيره، الذي رفع السماء بلا عمد. انا كنت بطلب من ربنا فرحه اسجد له باكيه من فرطها، اكثر من الحمد فيها، والله الذي لا اله غيره، بكتر الصلاه على النبي والمسبحه اللي في ايدي على طول، والله سجدت لله الشكر من فرحتي بأمر معين تحقق. مش حابة ان انا اذكر الامر، بس والله سجدت فرحة من ايه ده، ايه كرمك وعطائك ده يا رب، ايه الفرحة الجميلة اللي انا فيها دي. فدول كانوا القصتين الجداد. زي ما وعدتكم كل ما يحصل معايا حاجة بالصلاة على النبي هاجي اقول لكم، والله لو موقف واحد هاجي اقول لكم، لو فرحة واحدة هاجي اقول لكم، فيديو كده دقيقة دقيقتين بس هاجي احكي لكم بإذن الله. تعالوا بقى ارد على الكومنتات باستفاضة. انا رديت عليهم على الكومنتس بتاعتهم، ولكن انا عايزة ارد عليهم باستفاضة. السؤال كان، وتعالوا نشوفه مع بعض، كانت بنوتة جميلة بتسألني إذا كان 1000 مرة من الصلاة الإبراهيمية تستغرق 5 ساعات، حضرتك إزاي 5000 مرة؟ الفيديو اللي فات قلت إن أنا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم اللي جات لي فيه البشرى، واللي هيشوف الفيديو اللي فات هيعرف البشرى والفرحة الجامة اللي حصلت لي. أنا صليت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين 5000 مرة في اليوم ده. بتقول إن ال1000 مرة صلاة على النبي بتاخد 5 ساعات، 1000 ما بتاخدش 5 ساعات ولا حاجة. الصلاة الإبراهيمية اللي أنا ذكرتها في الفيديو اللي فات، ال1000 ما بياخدوش 5 ساعات ولا حاجة، 5 ساعات كتير. يعني أنا مثلا لو قسمت اليوم بتاعي جزء ما قبل الفجر، ساعتين قبل الفجر، عندنا في مصر الفجر بيبدأ 4 خلينا نقول ساعة واحدة قبل الفجر، ومن بعد صلاة الفجر وبعد ما نقول الأذكار بتاعتنا اليومية ونقول أذكار الصباح والمساء، نقول مثلا وردنا القرآني لو بنقرأه بعد الفجر، وبعدين نبدأ إن احنا ناخد كام ساعة لحد الشروق. مثلا الفجر هيخلص، يبقى نبدأ من الساعة 4:30 بتوقيت مصر. وطبعا البلاد العربية، في ناس بتشوفني من الجزائر والمغرب والأردن والسعودية والإمارات، ومصر طبعا اللي هو الأساس، يعني حسب توقيتكم. يعني احنا عندنا في مصر نبدأ بقى الفجر وصلينا وكل حاجة وقلنا الأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة. ده اللي أنا بعمله، وساعات بكتر، لا حول ولا قوة إلا بالله. الاستغفار ما شئتي، ولو أنت عايزة لقدك ووراكي مشغولات كتير يبقى 100 مرة بس. يعني دول الثلاثة أساسيات، وطلع النبي صلى الله عليه وسلم، والأذكار بقى اللي انتوا ما تشاءوا. يعني من 4:30 ممكن نقعد مثلا للساعة 8. شوفوا فيها كام ساعة؟ فيها حوالي 3 ساعات ونص كمان اهو. الوقت ده تقريبا احنا ما بيبقاش ورانا حاجة، يعني بنبقى قاعدين طاقات إيمانية عايزين نشم هوا الصباح. زي كده أنا لما بكون أصلا في العادي، زي أنا بطلع كده عند الشجرة بتاعتي دي اللي بتطل على شباك أوضتي، وأشرب مج القهوة. والله نسيت أعمل القهوة، عايزة أصحصح شوية، وأشرب مج القهوة وأقعد بقى إيه سكوري، أبص للسما. دي القعده بتاعتي، جمال واسترخاء للسما على طول. انتوا بقى مش شرط يكون عندكم شجره زيي، لا، شباك في اوضتك، في ركن الصاله الجميل، اي مكان، المهم ان انتي تخصصي لك مكان يكون فيه ليكي راحه نفسيه. مش شرط على فكره ان انا اصلي على النبي 5000 مره، اقدر ان انا اصلي 100 مره، اصلي 50,000، كل واحد ومقدرته واللي تقدري عليه. انا اليوم ده اللي هو يوم الجمعه، انا نويت والنيه لله من قبل الفجر ان انا اليوم النهارده كان عندي امر شاق يعني برضو، فكنت حابه ان انا ادعي ربنا سبحانه وتعالى. عزمت ونويت اليوم ده كله من الفجر مسكت، فضلت طول اليوم على قد ما اقدر يعني ان انا اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كان بيبقى فيه فواصل، كنت كل ثانيه اصلي على النبي، بس كان بيبقى فيه فواصل طبيعيه ان انا بتحاور مع حد، بتكلم مع حد، بعمل مع حد. لكن اغلب الوقت اللي انا قاعده فيه بصلي على النبي، بعمل الاكل وانا بنظف وانا قاعده ساكته وانا ماسكه التليفون مثلا بشوف حاجه معينه. حتى بصوا وانتوا قاعدين كده صلوا على النبي، حتى لو عقلكم مش حاضر صلوا برضه على النبي. طبعا انا ظروفي غير ظروفي غير ظروفها غير ظروفه غير ظروف اي حد. يعني انا مثلا انا مش بشتغل، انا قاعده في البيت الحمد لله رب العالمين. أنا وقتي مثلا مقتصر على ابني، مقتصر على تنظيف البيت، يعني ليه أنشطة كتير في بيتي. يعني أقدر إن أنا أقدر مثلا أعمل أرقام غيري، مثلا واحدة في الجامعة بتاعتها بتشتغل، حد واحد بيشتغل. يعني بحس ان ست البيت هي اكتر واحده ممكن تستفيد من وهي شغاله وهي بتنظف وهي بتعمل اعمالها المنزليه، تقدر تصلي على النبي وتحقق اكبر عدد واكبر قدر. ممكن تبقى ماسكه المسبحه مثلا زي حالاتي، ساعات ابقى ماسكاها بايدي الشمال وشغاله بايدي اليمين مثلا. بصوا اي عدد خلينا نخليها اقلها 100 صلاه على النبي، الصلاه الابراهيميه الكامله، اللهم صل على محمد وال محمد الى اخره. الكومنت التاني برضو ارد عليه بسرعه كده. الكومنت التالي اللي جالي بنت جميلة بتقولي في عندي تشوه في وجهي، لو لازمت الصلاة الإبراهيمية هل التشوه يروح؟ أرجو الرد. طبعا بداية أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك شفاء تاما لا يغادر سقما. النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفى همك ويغفر ذنبك بالصلاة على النبي للصحابي الكريم.
لما يكون وجهك فيه جزء من التشوه أو تشوه لعلة ما لظرف ما، فده هم ابتلاء. أول حاجة لازم يكون في رضا في القلب، ده طبيعي ربنا سبحانه وتعالى يعني خلقك بيه، أو كان تشوه حصل بسبب ابتلاء ما، فهو هم وبيحزن الإنسان. بس على وجد في الدنيا الأسباب الدنيوية اللي هو الطب، يعني خلق الداء وخلق الدواء. الحل بيبقى ليه ايه؟ يا اما مثلا لو تشوه بسيط بيبقى فيه كريمات معينه حتى لو مستورده الاطباء بيوصفوها فبتزيل التشوه ده مع الوقت ومع كثره الاستخدام. حاجه تانية ربنا سبحانه وتعالى مثلا وما اوتيتم من العلم الا قليلا، علم موجود اسمه علم الليزك او الليزر، بيشيل حاجات كتير جدا جدا من التشوهات اللي بتكون موجوده في الوش. دكاتره التجميل، وفي الحاله دي في حاله تشوه الوجه دكاتره التجميل، ومن غير فتوى مني ولا حاجه، بس اكيد باذن الله مش حرام، ان اكيد تشوف الوش هيوجع قلبك وخارج عن ارادتك ومسبب لك اذى مثلا، مسبب لك مشاكل في حياتك، مسبب لك اي حاجه، فساعتها ان انت تروح لدكتور تجميل انه يزيل التشوه ده حلال. دي الاسباب الدنيويه. طيب انا مثلا مقتدره ماديا فهقدر ان انا اروح لدكتور تجميل، او اقدر اجيب الكريمات المستورده الفظيعه اللي هتعمل لي هتزيل التشوه ده. انا مثلا الحاله متوسطه او الحاله حتى ضعيفه، عندي متطلبات تانية في الحياه اولى من اني اروح اصرف على التشوه ده، اعمل ايه؟ يبقى هستخدم الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون نيتي ان ربنا يرزقني ويسخر لي السبل اللي تزيل التشوه ده عن وشي او عن وجهي يعني. ساعتها باذن الله هنجيب ثمرتها، وربنا هيصل لك كل السبل اللي توصلك للحل للي تعبك. ولو ما وصلتيش للحل لازاله التشوه، ربنا هينزل على قلبك رضا تام بشكلك وابتلائك. اصل ده ابتلاء، والابتلاء ده انا ممكن اتكلم معاكم فيه. الابتلاء ده نعمه، مش احنا مفكره بوجهه نظرنا كده ان الابتلاء دوت حاجه وحشه وبتزعلنا. ابتلاء والله العظيم ده نعمه. لو حابين اتكلم معاكم عنه هتكلم معاكم وهابحر فيه باذن الله باللي ربنا سبحانه وتعالى يمن عليا بيه. انا من هنا هدعي لك وبطلب من اي حد يدعي لها ان ربنا سبحانه وتعالى يزيد وجهها جمالا على جمالها، ويرد اليها صحه وجهها ردا جميلا، وهفتكرك في دعائي وفي صلاتي باذن الله. اهلا بكم من جديد. انا هنا دخلت طبعا البيت عشان الفون بتاعي فصل شحن. في سؤال تاني برضو كان بيقول لما اصلي على سيدنا محمد انوي انا بصلي على النبي عشان كذا. النية محلها القلب. انا اصلا بصلي على النبي عشان عايزه ربنا سبحانه وتعالى ينزل بركاته ورحماته عليه، وطبعا اتكلمت باستفاضه في الموضوع ده في الفيديو اللي فات، ارجعوا له. يكفى همك في اي حاجه انت بتفكر فيها في الدنيا، هماك هتتحل من غير نيه. والله ممكن انت من غير نيه خاصه، ممكن من غير ما تقرنيها بنيه، هي في حد ذاتها سعاده وهنا وراحه بال. ربنا سبحانه يعني ينزل عليك بركاته ورحماته وغفرانه في حد ذاتها لوحدها. الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين دعاء، يجيلك الفرج وهيجيلك الحاجات اللي يعني اصل انا قلت في الفيديو اللي فات ان انت لما تصلي على النبي الذنوب بتاعتك بتغفر، فلما بتغفر وبالتالي الفرج او الخير اللي كان هينزل عليكي واتمنع بسبب ذنوبك هينزل عليكي تاني. يعني هيجيلك بقى بصوا عامله زي ايه، فتحت حنفيه والميه كانت نازله جميله، بعدين جه مثلا في الخزان بتاع الماء اللي بيخلي الميه تنزل في الصنبور، وهو نازل كده وهو نازل جات حته زلطايه فنزلت في الميه سدتها، منعت الميه تنزل. هي الميه كانت نازله بس بسبب الزلطايه الرخمه اللي نزلت في وسط الميه دي منعت عني الميه اللي انا كنت قاعده بعمل منها اكلي وشربي وبتوضى وباخد الشاور كل حاجه. يعني ده مثال انا مش مرتبه له، بس انا مش عارفه اشمعنى المثال ده، بس هو ده اللي جه على بالي. يعني ذنوبنا كده يكون الخير نزل علينا والماء نزل علينا، ويجي الذنب يقوم سادد ومانع الرزق. الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم او الاستغفار او سوره البقره او اي حاجه، يعني سبحانك يا رب ربنا منزل لنا اذكار وارزاق كتيره جدا جدا، وبتكون سبب في سعادتنا، واحنا ممكن نتغافل عنها نتلهي عنها، بس هي سبب سعادتنا. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب سعادتي، ومش هسيبها ابدا باذن الله. مش هسيب سبحتي اللي انا وريتها لكم الفيديو اللي فات، مش هسيبها. شاشة باذن الله اخيرا وليس اخيرا. بكره باذن الله الجمعه، انا مسجله لكم النهارده الخميس، فبكره باذن الله الجمعه، والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعه من اجمل الصلوات ومحبذه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اكثروا من الصلاه علي في يوم الجمعه فان صلاتكم معروضه علي، واعطيكم نص الحديث مظبوط. اقربكم مني منزله اكثركم علي صلاه، اقربكم مني منزله اكثركم علي صلاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا نكثر من الصلاه عليه في يوم الجمعه. يوم الجمعه في خلق سيدنا ادم، في ادخل الجنه ولا تقوم الساعه الا في يوم الجمعه.
يوم الجمعة في ساعة لا يوافقها عبد مسلم بيدعي ربنا سبحانه وتعالى إلا واستجاب الله عز وجل ليه، أو استجاب ربنا سبحانه وتعالى ليه. شوفوا كم فضل الصلاة على النبي، فضل إن يوم الجمعة ده يعتبر عيد المسلمين، وفضل إن سيدنا آدم خلق في يوم الجمعة، إن يوم القيامة هتقوم يوم الجمعة، وفضل ساعة الاستجابة. لما الأفضال دي كلها تتجمع في يوم زي ده، تفتكروا إيه ممكن الخير اللي ينزل علينا؟ تفتكروا ايه ممكن السعادة اللي تنزل علينا في يوم كله بركات ورحمات وخير يوم طلعت فيه الشمس؟ يعني يوم الجمعة ده خير يوم طلعت فيه الشمس. فحس ان يوم الجمعة ده لسانكم لا يغفل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سيبك من الغيبة، وسيبك من النميمة، وسيبك من قاعدة مع فلانة، وسيبك القعدة مع علانة، وسيبك من التليفون. أجلي الفرجة على أي حاجة أنت بتشوفيها، وادي للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى لو أنتوا طول الأسبوع مثلا بتقولوا بسيط، تعالوا يوم الجمعة ده كتروا وقولوا كتير. الرسول صلى الله عليه وسلم روحه بترد عليه وبيرد السلام عليكي. فأنا لما أقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد إلى آخره، فربنا سبحانه وتعالى هيرد روح النبي صلى الله عليه وسلم، حبيبي يا رسول الله، هيرد له روح ويرد عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أسماء يا بنت إسماعيل. الله، اسمه هيذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، هيذكر عند الملائكة، وربنا هيثني عليا، وربنا هينزل بركاته عليا، وربنا ينزل رحمته عليا. ولما ينزل بركاته ورحمته عليا ينزل عليا الخير والفرح والبشاشة ونور الوجه وحب الناس وصلاح الحال وراحة البال. الهم ضد راحة البال. راحة البال ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم سيهديهم ويصلح بالهم. ويصلح بالهم اللي هو الفكر خاطر. الصلاة على النبي هي اللي بتزيل الهم ضد راحة البال. فبالتالي يعني السلام، مين فينا باله مرتاح 100%؟ مين فينا ما عندوش مشاكل؟ مين فينا ما عندوش هموم؟ مين فينا ما عندوش حزن مثلا من عقوق اولاده؟ مش موجوع من قلة الرزق، مرض؟ مين فينا مش محتاج؟ كلنا مهما بلغنا من العطايا فنحن فقراء الى الله عز وجل. ربي اني لما، سيدنا موسى قال كده، ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. يعني مهما نزل عليا من خير فانا فقير لرحمتك ولكرمك ولعطفك. فاحنا فقراء الى بركه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ ما اصبت فمن الله وما اخطات فمن الشيطان. واستنوني ان شاء الله في قصه جديده باذن الله وكرامه جديده باذن الله من كرامات الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. واشوفكم على خير باذن الله وفي رعايه الله ومع السلامه.